بناء على الاحصائيات والارقام والجدول اللي احنا شفناه، فدي الوايلد كارد اللي انا استقريت عليها بنسبه 95%. طبعا في حراسه المرمى رايا ومعاه دوبرافكا ب 4 مليون. هعمل دبل دفاع من ارسنال في الجدول اللي جاي اللي بعد نيوكاسل. فرايا معاه جابرييل من بورنموث. سينسي طبعا حاجز مكانه اساسي. فان ديفين توتنهام. ومعاه تاركوفسكي اللي انا شايف الجدول بتاعه مش احسن حاجه، بس انا متارجت ماتش ويست هام ده لان هم ضعاف جدا في الكرات الثابته، وانا منتظر تاركوفسكي ان هو يعمل حاجه في الماتش ده. مع اني بفكر في شالوبا لونج تيرم اكتر، بس ممكن بعد كده اغير تاركوفسكي لشالوبا. في نص الملعب عندي نداي من ايفرتون. سيمينيو طبعا حاجز برضو مكانه اساسي في الفرقه. متريبل من هجوم السيتي، فمعايا فودن ورايندرز وهالاند. وده طبعا للماتشات اللي جايه، لان انا شايف هجوم السيتي اتحسن وهيتحسن اكتر لما الماتشات اللي جايه تبقى اسهل. ومعاهم في نص الملعب برضو مبومو اللي عنده ماتشين كويسين وممكن ثلاثه كمان. جنب هالاند في الهجوم في جوكاريس وريتشارلسون برضو اللي انا متارجته الجوله او جولتين، وهو حاجه ديفرنشال برضو كده داخل بيها في التشكيله. طبعا في اكتر من لعيب ديفرنشال موجودين في التشكيله، لان انا عايز اعلى في الترتيب شويه، واتمنى ان الوايلد كارد دي تنجح يعني. بس خطتي بعد كده ان انا ادخل طبعا حد من هجوم ليفربول، عن طريق ان انا همشي مثلا فودن بعد جولتين او ثلاثه، نفس الكلام مبومو ومعاهم ريتشارلسون. ساعتها ممكن يدخل ايزاك عادي بسهوله، ونقلل في نص الملعب شويه. ودي البلان بتاعتي اللي انا المفروض همشي عليها يعني. في طبعا نسيت اتكلم عن موكيلي بتاع ساندرلاند اللي هو برضو وحش في المساهمات الدفاعيه اخر كام جوله. وعلى فكره المدافع ده جاي من باريس سان جيرمان يعني، ده اللي ما يعرفش موكيلي. هو مدافع كويس جدا واتفرجوا عليه، وعلى فكره بيجيب اجوال كتير برضو في الضربات الثابته. بس دي كانت نصايح النهارده للجوله السادسه. احب جدا لو المجهود بتاعي عجبكم تعملوا لايك وسبسكرايب. ده برنامج من اللي قبل الجون، ومعاكم احمد مشالي. استنوني فيديوهات جايه كتير.